خطبني شاب بسيط، وبأول يوم دخل بيتنا طلب من أبوي إنه يجلس وياي على انفراد على مود يلفت شغله. ولما قعدنا طلع من جيبه جهاز صغير وقالها: يا بنت الناس، يا بنت الحلال، ترى يعني أنا أعاني من ضعف بالسمع، ويعني قوة أسمع وما أقدر أسمع إلا ألبس هذا الجهاز قبل لا يبدي كل شيء يعني. فمن حقك إنه أنت ترفضيني هسه قبل لا نبدي بالمقدمات وخطوبة وهيك شي، فبراحتك إذا ما يعجبك. فتقول: أنا بوعت ليه. ابتسمت قلت له: أنا موافقة قابلة بيك. وبعد 15 سنة من زواجنا صار كل مرة نختلف فيها أو تصير مشادة كلامية نتعارك، فهو ينزع السماعة هيك ويبتسم يعني ويحطها بجيبه السماعة مالته ويظل مبتسم. فأنا أشوفه هيك هم أموت من الضحك، هو يضحك على ضحكتي. فيوقف العتاب، نبدأ بس نضحك. فتعلمت أنه بهاي الحياة بعض الأمور تستحق أنه نصير طرشان لما تحدث هاي الأمور. بعض المشاكل تستحق أنه ما نستمع لها حتى نكون مرتاحين وسعيدين، حتى تستمر المودة.